نعم. السؤال الثاني شيخنا الكريم مستند على حديث لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. يقول: هل نقيس على ذلك مثلا المسبحة أنني أخرجها في صلاة الجمعة وأسبح الله عز وجل في الصلاة ولا في حال سماع الخطبة؟ لا، في حال سماع الخطبة. أي. أو الجوال مثلا إذا رن فإنني أقفله ولا أنظر من المتصل، أو مثلا احتجت إلى المناديل أكرمك الله من أجل مسح أنفي، أو حتى إذا كان هناك ماء أشربه بالريق، فيقول: هل هذه داخلة في اللغو؟ الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التشاغل حال استماع المأموم لخطبة الإمام يوم الجمعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. المس هنا الانشغال به والتشاغل به عن الخطبة. يدخل في هذا كل ما أشغل الإنسان من غير حاجة له إليه. منديل، أخذ منديله ما هو بحاجة، أخذ الماء أو عدله من مكانه وما هو في حاجة، حرك المسبحة في يده أو الجوال يفتش فيه، لا سيما وقد أخذ أوقات الناس وأصبحوا فيه في حال إدمان. نراهم للأسف الشديد عقب الصلوات نفلا وفرضا كأنه مقروص، يدخل يده في جيبه ويخرج الجوال كأنه فاتته أخبار الدنيا أو أمور يعني مهمة مدلهمة. على كل حال، كل حركة لا يحتاجها يمس فيها أشياء فيدخل في هذا اللغو، لأنه تشاغل عن الخطبة. أما ما احتاج إليه، عطش عطشا عظيما أو شرق أو مزكوم وعطس وأخذ من المناديل أو الجوال أشغله فأغلقه، فهذا لا يدخل في هذا النهي الوارد في الحديث، لأنه لم يتشاغل عن الخطبة إلا لدفع هذه الحاجة أو دفع المضرة عنه عن المسلمين. والله أعلم.